اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده جاي اتكلم في موضوع مهم جدا. هتكلم عن الاخلاق، بس لو الموضوع نال استحسانكم يا ريت لايك واشتراك في القناه. النهارده انا جاي اتكلم على موضوع استفزني جدا بصراحه. لقيت لاعب كوره سابق طالع وهو على البسين وعمال يتكلم على جمهور النادي الاهلي ومدير الكوره بالنادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ورئيسه كابتن محمود الخطيب، وبيقول له انا مش هقول لك يا كابتن، انا هقول لك يا خطيب. قدرك انت ايه بحيث ان انت لو قلت له يا خطيب هتقلل من كابتن محمود الخطيب؟ والكابتن محمود الخطيب مستنيك انت يعني تاريخك في الكوره كله 3 ايام او صفحتين، فليه تخلي الناس تنسى الصفحتين دول كمان وتقطعهم؟ يعني انت كده خليت الناس هتنسى الصفحتين اللي انت عملتهم دول وتقطعهم. كابتن محمود الخطيب اللي انت بتتكلم عليه ده، لو انت سافرت الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، اي دوله في الوطن العربي وافريقيا واسيا ودول اوروبيه كتير، هتقول الكابتن محمود الخطيب الناس هتقوم تقف، لان انت لعبت كوره على الملعب محدش فاكرك. ممكن تكون بتباصي، ممكن تكون بتشوط، ممكن تكون بتقطع كوره، لكن الكابتن محمود الخطيب كان بيخترع كوره. عارف انت الترزي لما بيفصل حته قماش كل مره يفصلها بموديل تاني خالص؟ كابتن محمود الخطيب كان كده في الكوره، كل كوره ما تجيله يعمل تابلو تاني خالص، يعمل ترقيصه، يعمل جري، يعمل توقيفه، يعمل مهاره كده ما حدش شافها قبل كده خالص. فمش انت اللي هتقيم كابتن محمود الخطيب، ولا هتقيم كابتن حسن شحاته، ولا هتقيم كابتن فاروق جعفر، ولا علي ابو جريشه، ولا كابتن مع احتفاظ بالالقاب، ولا كابتن الشاذلي، ولا حماده امام، ولا الناس دي خالص. الناس دي كباتن غصب عنك وعني وعن اي حد. وبعدين بتغلط في مدير الكوره بتاع النادي الاهلي عشان سبب شخصي، مره عاداك في قناه او قال لك على حاجه ورئيس القناه قال لك مالكش دعوه بسيد عبد الحفيظ، فانت جاي تطلع القديم والجديد. طب ماشي، ده تصفيه حسابات مالناش دعوه بيها. وبعدين تغلط في جمهور الاهلي تقول عليه ما بيفهمش، تقول على الجمهور ما بيفهمش. يا بني ادم، ده اللي عملك هو الجمهور، سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك. ده الجمهور ده لعيبه الاهلي ولعيبه الزمالك ما تقدرش يقولوا على جمهور الزمالك ما بيفهمش، وما يقدروش يقولوا على جمهور الاهلي ما بيفهمش. لو ما بيفهموش يبقوا كانوا بيتفرجوا على مين؟ الجمهور ده هو اللي عملك، هو اللي خلى الناس تعرفك، ده لو في ناس عارفاك. وبعدين تدخل نفسك في نقطه تانية، هو الاهلي كان بيكسب ازاي؟ مصرين تتجهوا للاتجاه ده، اللي يطلع يتكلم في الاعلام اللي يجرح في الاهلي هيعلم مع الناس، والناس هتفضل تتكلم في الموضوع ده كتير، وفعلا هو ده اللي بيحصل. السائد دلوقتي في الاعلام ان اللي يطلع هو اللي يقطع وهو اللي يقول كلام ما حصلش، هو ده اللي الناس تعلم معاه، ويقعدوا يفردوا له حلقات ويفردوا له برامج عشان الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. فهي فوضى، بيك او من غيرك فوضى، بيك واللي بيستضيفك فوضى. وبعدين تتكلم على الاهلي يقول كان حسن حمدي بيديله 50 مليون وبيدي الزمالك 20 مليون. طب حسن حمدي ساب وكاله الاهرام، هو كان بيدي الاهلي ليه 50 مليون والزمالك 20 مليون؟ هي مش بتبقى بالبطولات؟ مش بيبقى لها معايير؟ الراجل الراعي ده ما بيرميش فلوسه، الراجل اللي عايز حقوق البث ده ما بيرميش فلوسه، عارف مين اللي بياخد بطولات ومين اللي عنده نسبه مشاهده اكتر، زي ما انت بتعمل كده دلوقتي في القنوات، تقعد تستفز الناس، تقعد تقول كلام مغلوط عشان تجيب نسبه مشاهده. الراعي بيعمل كده. حسن حمدي ساب الاهرام، والاهرام خلاص بعد عن الموضوع وجالك حد تاني ياخد حقوق الرعايه. دلوقتي الزمالك بياخد قد الاهلي، رد عليا. الزمالك بياخد قد الاهلي، لو الزمالك بياخد قد الاهلي يبقى انت كلامك مظبوط يا عم. نيجي نرجع للنقطه الثالثه. اصل الاهلي كان بيكسب بالحكام. تمام، ما كل الفرق بتكسب بالحكام وبتخسر بالحكام. يعني الفرقه اللي كسبت بالحكم مش الفرقه اللي قصادها خسرت بالحكم؟ ليه وعليه؟ مره الحكم بيبقى مع الاهلي ومره بيبقى ضد الاهلي، مره مع الزمالك ومره ضد الزمالك، مره مع الاسماعيلي ومره ضد الاسماعيلي، مش بمزاجه. دي غلطات تحكيميه، ودي جزء من لعبه كره القدم. مش هقول لك يا عم زي الناس ما بتقول دي متعه كره القدم، لا، هقول لك جزء من لعبه كره القدم. زي ما المهاجم كده بيجي له انفراد
ويبقى الجون مفتوح والجون فاضي وبيحطها بره. هل المهاجم بقى عايز يحطها بره؟ هو عايز يبقى احسن واحد في الملعب، والحكم كذلك عايز يبقى احسن واحد في الملعب. فانت ليه تتهمه الاتهام ده؟ ده انت لعيب كوره، ده انت ممكن الكوره تكون جايه لك وانت شايطها صح وتقلش، وممكن تقلش وتخش جون، وممكن تشوطها صح وما تروحش الجون. الكلام ده مش كلام لعيبه كوره ولا مش كلام لعيبه كوره؟ لا، نهدى شويه وما ننفعلش وما نقولش حاجات تقلل مننا ومن تاريخنا. عيب، عيب. يعني انت كان بالنسبه للتحكيم اعلى مسابقه هي كاس العالم. مارادونا كان الارجنتين بتلعب انجلترا، طلع جاب جون بايده والارجنتين كسبت 2-1 في الماتش ده، وخارجه فايزه بالجون اللي جابه مارادونا بايده. الدنيا ما قامتش ولا قعدت ولا الدنيا ولا حصل اي حاجه، ولا قامت حرب بين انجلترا والارجنتين ولا الكلام ده كله خالص. يعني احنا عايزين نكون محترمين. انا ببلغك الرساله دي ان احنا نبقى محترم، نرتقي بنفسنا شويه. عمرك شفت قناه من قنوات مانشستر سيتي او مانشستر يونايتد بيشتموا في بعض؟ عمرك شفت قناه مانشستر سيتي بتشتم في ليفربول؟ مفيش الكلام ده، مفيش. كله بيتعامل بالاحترام. بعد ما الحكم بيصفر كله بيروح يسلم على بعضه، كله بيهني بعضه. انا بهنيك بالمكسب وانت بتقول لي هارد لك على الخساره. يا جماعه انصاف النجوم دول احنا مش عايزين نسمع لهم ونمشي وراهم، برجاء لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. انصاف النجوم دي احنا مش عايزين نسمع لهم ولا نمشي ورا كلامهم. ده واحد بعد عن الاضواء، عايز يرجع، عايز ناس يفكر الناس بيه، يعمل البالونه دي زيه زي جمال عبد الحميد، زي مصطفى يونس في الاهلي، زي اي. بص، الامثله كتير ومش عايز احدد لك، يعني مش عايز احدد لك اي امثله بعينها، لان الامثله كتير جدا، والناس المحترمه كتيره، واللعيبه المحترمه كتيره، وكباتن الكوره المحترمين كتير. فاحنا عايزين نرتقي، لان الشعب مش ناقص والناس مش ناقصه. دي الحاجه الوحيده اللي بتروح عنهم. يتفرجوا على كوره، حاجه مش مكلفه بالنسبه لهم وبيتمتعوا بيها. ما تكرهوناش فيها، ما تخلوهاش فوضى، لانها فعلا بقت فوضى. هي بقت فوضى. اشكركم، شاكر جدا لحسن استماعكم.